السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعين دينا ولميس. النهاردة إن شاء الله معانا حلقة جديدة من حلقات وصفات من مطبخي مع دينا ولميس. الفيديو بتاعنا النهاردة زي ما انتوا شايفين عنوانه دعوات في مشاهد فنية تحولت لحقائق صادمة لممثلينها في الحياة. قبل ما نتابع الفيديو مع بعض ما تنسوش لو أول مرة تزوروا قناتنا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وما تنسوش اللايكات الجميلة منكم. يلا مع بعض نتابع الفيديو بالكامل بعد الفاصل. دعوات في مشاهد تمثيلية تحولت لحقائق في الحياة. عندما قالت الفنانة وداد حمدي للفنانة كاميليا في فيلم قمر 14: يا رب تتحرقي، وردت عليها الأخيرة: يا رب تنضربي بالسكينة. ولم يكن يخطر على بالهن أن تلك الحديث يحدث بالفعل، وبالتأكيد هي صدفة غريبة من نوعها تجعلك تقف أمامها وتندهش. ولأن يوم 3 إبريل هو العرض الأول للفيلم بدور العرض السينمائية عام 1950، فقررنا أن نستعرض لكم قصة مشهد تحول إلى حقيقة. ومثلما ذكرنا هذا المشهد السينمائي تم تصويره خلال أحداث فيلم قمر 14، والذي جمع بين الفنانتين وداد حمدي وكاميليا، حيث يعد هذا المشهد من أغرب المشاهد التي تم تصويرها في السينما العربية، حيث تحققت في الواقع. وفعلا رحلت كاميليا محروقة إثر حادث الطائرة التي كان رقمها 903، حيث كانت متجهة إلى سويسرا بغرض العلاج، ولكن سقطت الطائرة في حقول محافظة البحيرة بالقرب من منطقة الدلنجات، وكان على متنها 55 راكب. ولم يتم التعرف على جثث جميع الركاب إلا جثة كاميليا، والتي كانت واضحة المعالم على الرغم من احتراقها. أما وداد حمدي فقد شهدت وفاتها مأساة حقيقية، حيث قتلت بسكين في منزلها بميدان رمسيس على يد الريجيسير عندما قام بطعنها في ظهرها ثم برقبتها وبطنها، حتى وصل عدد الطعنات إلى 35 طعنة، وكل هذا لكي يقوم بسرقتها، لكنه لم يجد شيئا سوى 200 جنيها. وجاء ذلك عام 1994، حيث توفيت وداد حمدي عن عمر يناهز 69 عاما. والفيلم الذي تحدثنا عنه هو فيلم قمر 14، وهو من بطولة محمود ذو الفقار، كاميليا، فردوس محمد، عبد الفتاح القصري، وداد حمدي، وحسن فايق. المشهد الذي نتحدث عنه بالتحديد في الدقيقة 19 من الفيلم. إسماعيل ياسين ليه أغنية من فيلم صاحبة العصمة بتقول: الفقر جميل، اللهم افقرني كمان، اللهم اغني عدويني. وبالفعل مات فقير ومديون ولم يجد حتى مصاريف جنازته. وفي إحدى اللقاءات الإذاعية مع الممثل أنور وجدي اتسأل عن الصحة أو المال، فكانت إجابته: المال، بل إنه دعا ربه بأن يعطيه المال وأمراض الدنيا كلها، فتقبل الله منه وأعطاه المال، ومات في عز شبابه، وذلك بسبب مرض واحد وهو الفشل الكلوي. وفي لقاء من إحدى اللقاءات صرح الفنان سمير غانم قائلا عن موت الفنان الضيف أحمد أنه كان يقوم بدور ميت في الكفن. وكانت البروفة الأخيرة لمسرحية الراجل اللي جوز مراته، وبعد المشهد بساعات وبعد وصول الضيف أحمد لمنزله توفى، وكأن المشهد تحول لحقيقة. ومثلما قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لتوافقوا من الله تعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبكده النهاردة الفيديو بتاعنا خلص، واللي عرضنا فيه دعوات من مشاهد تمثيلية اتحولت فعلا لحقائق صادمة، زي طبعا ما تابعنا الفيديو وشفناه للنهاية.
هدفنا من الفيديو يا جماعة إن احنا نوصل لكم رسالة. بلاش ندعي على نفسنا، بلاش ندعي على أولادنا، وبلاش ندعي على أموالنا، لأن فعلا في ساعة إجابة، ولأن الدعاء بيغير القدر، وبالذات دعوة الوالد على الأبناء. لو فعلا عايزين ندعي ليهم بالهداية وبصلاح الحال. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في الشير واللايك، ولو أول مرة تزوروا قناتنا ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس. كنتم مع وصفات من مطبخي مع دينا ولميس.